روز ويليام ألبريش، الشخصية اللي غيرت عالم الإنترنت الكل، وبسبب الشخصية هذه ظهرت أغلب مواقع التجارة بالممنوعات. اليوم باش نحكيو على صاحب أخطر موقع في العالم، واللي بقات ال FBI تلوج عليه لأكثر من 3 سنين. أي نعم يا عزيزي المشاهد، روز اللي هو صاحب سيلك رود، أخطر موقع في العالم. The Silk Road. The Silk Road. السلام عليكم، معكم ريان، واليوم موضوعنا على سيلك رود، موقع برشا ناس يعتبروه أخطر موقع في تاريخ الإنترنت. تنجم تقول كما جوميا ولا أمازون، أما إليغال، مخدرات، أسلحة، وثائق مزورة، وحتى قتلة مستأجرين، وهذا الكل كان محلول للناس الكل. وباش تكون في الصورة أكثر، سيلك رود كان في الدارك ويب، وكان ما تعرفش شنو هو الدارك ويب تنجم تقول هو الجزء المظلم من الانترنت، لا رقابة لا قوانين، والناس الكل ينجموا يعملوا اللي يحبوا بسرية تامة، يعني المستخدمين الكل مجهولين. تولد روز في أمريكا في عام 1984. قرأ روز في جامعة يونيفرسيتي أوف تكساس التلس، وتخرج في عام 2006. باش نفهموا شخصية روز أكثر، روز ليبرالي، يعني يؤمن بالسوق الحر بلاش حتى قيود. من الجزئية هذه نفهموا أكثر سبب عملينه سيلك رود. في 2011 روز أطلق موقع سيلك رود، وكما نعرفوا الفكرة الأساسية متاعه موقع حر 100% وفي الدارك ويب وبطريقة دفع قوية ياسر، واللي هي البيتكوين. موقع سيلك رود من الأول كان صغير، وروز لقى برشا مشاكل، من أكبرهم منين باش يجيب أول بايعين في الموقع، واللي عمله إنه هو بيدو بدا يبيع في منتجات ممنوعة كيما المخدرات باش يعمل صفقات صغيرة، وبعدها التجار بداو يجيو بشوي بشوي. من أقوى الأنظمة في موقع سيلك رود هو نظام التقييم. اي نعم يا عزيزي المشاهد، كان فما نظام تقييم للمنتجات الممنوعة في سيلك رود. 2012 و 2013 نجم تقول سيلك رود كان في البرايم متاعو وقتها، ولا أشهر وأكبر موقع في الدارك ويب، وصل آلاف البائعين وعشرات ومئات الآلاف المشترين. باش تعرف كبر الموقع في الفترة هذيك، أرباح سيلك رود وصلت لأكثر من 1.2 مليار دولار، ومن وقتها ال FBI حطت عينيها على الموقع. تخيل معايا يا مشاهد، غلطة كما انك تحط اسمك الحقيقي في الجيميل خلات المحققين الكل يعرفوا صاحب موقع سيلك رود، يعني صاحب اخطر موقع في العالم. غلطة كما هكا دمرت له كل شيء. روز قبل ما يتشهر سيلك رود كان يروج على الموقع متاعه في مواقع اخرى، وبظهر روز الخايب واحد من المحققين لقى واحد من التعليقات هذه، واللي خلات الاف بي اي يعرفوه بسهولة. واكيد لازم الاف بي اي يشدوا روز بالجرم المشهود، يعني يشدوا روز وهو حل اللابتوب في الموقع. في 2 أكتوبر 2013 روز كان في مكتبة عمومية في سان فرانسيسكو، كان راكش على روحه وحال البي سي ويخدم في موقع سيلك رود. خطة الاف بي اي كانت انه يحطوا له راجل ومراه بحذاه يعملوا رواحهم يتعاركوا باش يخلوا تركيز روز عليهم هما، وبعدها يجي واحد من عملاء الاف بي اي يسرق البي سي فيسع وهو محلول. وهذا اللي صار فعلا، وتشد روز بالجرم المشهود. بي سي محلول والموقع موجود فيه والصلاحيات الكل فيه. قبل ب7 شهور دونالد ترامب سايب روز بحجة انه الحكم الخذيه بمرتين مؤبد، وزيد عليهم 40 سنة حبس. كان قاسي عليه. وانتي يا عزيزي المشاهد تعطيني رايك في اللي صار مع روز، وهل تشوف انه يستحق الحكم اللي خذيه ولا يستاهل انه يخرج؟